هذا هو الصيف، نحبّوا ننوعوا بالأكلات الخفيفة هكاك، خفيفة في الصيف، يعني السخانة نحبّوا حاجة خفيفة وسريعة وبراتيك ويحبّوها جميع أفراد العائلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الزولة زوفلة، واليوم جبتكم واحدة تكتوكة في البداية حنا معروفة نخدموها، يعني حارة حارة وتجيكم بنينة بنينة معسلة ما شاء الله. المهم غير بالفلفل، يعني بطريقة مبسّطة وتم توجد لكم، خاصةً حبيتوا ديوها للبحر ولا رجعتوا هكاك من البحر، ولا حبيتوا خارجة للغابة أو لأي مكان، خفيفة تمتم توجد لكم الصباح باكري نوضوا ديروها. المهم واش عندي في هاد التكتوكة لاباز ديالها هو البصل، لازم تكثروا شوية البصل وقطعوه رقيق، بالك وتقطعوه في الأشواغ، ما لازمش تقطعوه في الأشواغ، مع فلفل حار مع فلفل حلو والطماطم والثوم. هذا هو التكتوكة ديالنا تاع اليوم. كني غنسوي راوند الماكلة خفيف طايح من الحال د الصيف، نحمل كاكا لي شوز خفيف نكا ليجير كاكا ليجي. المهم تكتوكاني فلفل البصل الثوم سمسمه وماما ولا نعباتي سنعبات نسينا. ممكن نخدم تو طون الصيف كي حملت مليح مليح، سورتو خدمت دي فوا دو تروا فوا لا سمان. نعم تفوق داك البحر نفوق داك سانيت بات تصاويت اويت ميوس خدمانا في ملالين. المهم ما ديروهاش البيض كي تخرجوا هكاك، اذا عندكم لا كلاسيا ثاني تقدروا ديروها بالبيض. المهم واش عندي فلفل حلو، عندي فلفل حار، عندي البصل، عندي الثوم. هذاك البصل قطعوه رقيق فقط، انا قطعته هكاك درتو دكوتي، تعرفوا كيف نقطعوا البصل. وقطعت الفلفل الحار، ديروا لي كون الفلفل الحار، ديروا لي كون. ومع هذاك الفلفل الحلو، اذا حبيتوا تكون حاره بزاف كثروا كما تحبوا الذوق ديالكم. والطماطم ثاني نقطعوها هكاك مربعات صغيره، بالك ديروا في الاشوار، انا قلت لكم باسكو كديروا في الاشوار الماء ديالو كامل يتطلق ما تجيكمش بنينه. لكن ولينا غزم تكسي فاسلو لكن تكز معاك وتخدم تاع راك لوغبو، باسكو سينو تكزم مكان تسعو امان وتسسر بنين افاني عندك نيت ما جاكنيا تكشو كاي باش وندس بنين. المهم انا درت الزيت في كاسرونه ولا في مقله، انا درت زيت المقالي ديالي كامله راهم مخبوشين ولا مخدوشين، خدشوها لي في الدار. انا درت في هذه ما حبيتش تخدش لي باسكو نحيها هذاك التكتوكه نحيها شغل تجيني البيض ديالها يطيب تري بيان. المهم درت الزيت حتى يسخن ودرت هذاك البصل يتقلى. هذيك التكتوكه لازم البصل ديالكم تعسوه ويتقلى تقلت يعني حتى يتعسل لكم. كي يتعسل زيد له هذاك الفلفل الحار والحلو. اكيد وني كتخدم الزيت اللي يحمل مليح و تعلم البصلنيه هذه يقلون مليح مليح شفتو كاين لاطازينس البصلنيه هذه يقلون سيتيا. خدمت الزيت ومن طوماط سيغا كي ما تشدش داك كايسو تو سا قاميد البصل قصقلوت مليح مليح. الوغ ني غاون تقلوت البصل ما يمو كراميليزي عاس حدا ديرق. أني غاسكني فلفل نحلاوي ندوق ريحاني وسرنوغ الثوم يعني تيسكرتني أشيتها راه خدمت هكاكا قطعت قطع صغيرة. وكيما زدت هذاك الفلفل الحلو مع الحار زدت هذيك الثوم قطعوها قطع صغيرة بالك وترحيوها، لازم كلشي يتقطع قطع صغيرة. ونزيد لي زيبيس، عندي فلفل أحمر شوية فلفل عكري وملح وشوية كمون. هذا هو سر تكتوكة تجيكم بنينة بالكمون. لكن انا عسكري فلفل اسكواغ الكمون الملح وينا فوالا بالملح نسيتو. راني عصت لا طوماط من بعد ما خلاص قريب يطيب لي هذاك الفلفل مع البصل لازم يتقلى لكم تري بيان باه يطيب. ونزيد عليه هذيك الطماطم. انا درت لكم تدبيره هذيك كسره تاع القمح، توجور نقول لكم انا الكسره ديال تاع القمح. المهم ندير فلفل اسود في السميد ديالكم ولا باه ما خاصه في السخانه ما يربيش هذاك ما يغملش. لكن ولينا نعرف كيف الفلافر كان يخدم هكاك السميد كي يخدم هكاك السميد نيردن كون خدمت السميد نورمال باش يكون يغملها فوالا. بعد ما قريب طيب لي هاد التكتوكه نزيد له قيس نص كاس ديال الماء سخون باه نخليها تتعسل لي على غرضها. لكن ولينا صار مكان شويه هو ما يحمل مليح كنا تتعسل وتو الغرضيس نقصتي الغاز مليح مليح تو الغرضيس. بعد ما خليتها طيب على غرضها راني خلطت 3 بيضات مع شويه كمون شويه ملح باه نزيد له لهذا التكتوكه. ما تحركوش هذاك البيض حتى يولي لكم يترغوي الرغوه، حركوا غير بالعقل هكاك. استنى 3 ملالين مخ ما كان شويه الملح شويه الكمون وتخلط مس العقل كانوا ربيتها لك انت ملالين ما كنت الرغوه. ولا كما راكم تشوفوا في الفيديو راه واضح زدت له هذيك فوق التكتوكه هذاك البيض ونخليه يطيب باردو. وتشوفوا في طبق التقديم اتزم كان مكيت يدي وجدي معسل تري بيان حمله مليح يسيد قريح حار وبنين وسخون. المهم في هذا الصيف جربوا ونوعوا هكاك في التكتوكات ديالكم. المهم جاني ما شاء الله روعه روعه ودرتها لكم في طبسي التقديم وبصحه والراحه. المهم هذيك الكسره تاني راهي طايبه نوريها لكم تاني. شوفوا كيف جاتني معسله وعندها لاصوص بالك تخليوها حتى تنشف، لازم خليو النار على غرضو فوالا باش تجيكم هكاك الصوص ديالو.
نعاود نشد كان الغاز نيا سلعق زعقل باش كدير صحا كاين شويه لاصوص ويتما كاع كنتكيو. المهم هاد الكسرة راهي طابت، ما بقى لي غير نقول لكم في آخر فيديو إلى اللقاء.